السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات إيمي. حلقة النهاردة بتتكلم عن إعادة تدوير للسبح والعقاد والأساور والحاجات اللي موجودة عندنا في البيت وما بناش نستخدمها، نعمل لها إعادة تدوير ونعمل أشكال حلوة جدا هتنفعنا وهتنفع بنوتك تخرج بيها وهتفرحيها كمان. تعالوا يلا بينا هنقول بقى إيه هي الأدوات اللي موجودة وهنستخدمها مع بعض. هنستخدم مع بعض مقص، وهنستخدم كمان مع بعض خيط. الخيط استك، شايفين هو بيبقى فيه منه نوعين، في منه الاستك وفي منه البلاستيك. الاستك اللي احنا بنستخدمه في ان احنا نعمل بيه اساور، خلاص. اما البلاستيك اللي احنا بنستخدمه للعقاد علشان خاطر بيكون متين وما يروحش ويجي معانا، خلاص. ايه كمان؟ اي خرز بقى عندك. بصوا دي كده تشكيلة كبيرة من الخرز. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان الحاجات دي كانت بواقي من الاساور والعقاد، انا فككتها علشان خاطر نعمل بيها تشكيلة جديدة النهاردة. كمان بيبقى فيه فواصل كده ما بين الاسورة او ما بين العقد. الفواصل دي برضو انا جمعتها اهي، ده شكلها اهو. وبيبقى فيه مثلا على شكل مضرب، شكل كف. تعالوا بقى يلا بينا نبدأ مع بعض كده نعمل مع بعض اسورة. وهنبتدي ان احنا عايزه اقول لكم ان البقرة دي، بقرة الخيط الاستيك عاملة جنيه ونص، خلاص. فجنيه ونص وانتي تعملي اسورة لبنتك او تعملي اسورة لنفسك وتحيي بيها اسورة كانت قديمة، حاجة لطيفة جدا. احنا طبعا هنقطع الخيط بتاع الاستيك، هنقطع حتة شوية كبيرة علشان خاطر يكون عندنا امكانية في ان احنا نعرف نربطها كويس. وهنبتدي مثلا بالاورنج اهي. لو احنا عايزين نعملها اسورة سادة خالص، يعني مش عايزين ندخل فيها اي حاجة، هنبتدي ان احنا نلضم. طبعا الخيط بيبقى سنه عامل زي السن بالظبط الابرة، فبيدخل معاكي جوه الخرزة بكل سهولة. يعني عايزة اقولك طبعا انت هتعملي الاسورة بتاعتك على حسب مقاس الايد، هتقيسي بقى على ايدك، هتقيسي على ايد بنوتك. هنلاقي ان هنا لسه محتاجين تاني ان احنا نلضم شوية. عشان كده انا قلت لكم ان احنا ممكن نكبر الفتلة شوية بتاعتنا علشان خاطر يبقى عندنا امكانية ان احنا نقدر نربطها براحتنا. طب نقيس تاني كده متهيالي كويسة، المقاس بتاعها كويس. خلاص خلصناها. طيب احنا عايزين نطعمها بقى، نعمل ايه؟ هناخد من هنا اي حاجة تكون شكلها كويس وندخلها فيها. نشوف مثلا ممكن نحط لها ديت اهي، يعني احنا ممكن نحط دي، ممكن نحط دي، ممكن نحط الكف هنشوف ايه اكتر حاجة هتكون شكلها كويس وهندخلها فيها. يعني انا شايفة مثلا ان هيكون شكله لطيف جدا. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هنروح مدخلين حرف الفتلة اهو، وهنروح رابطين وهنربطها ربطة تكون جامدة علشان خاطر ما تفكش مننا. بصوا بقى، شايفين كده؟ ده العقدة اهي. من هنا هسيب حتة صغيرة خالص، يعني مش راح جاي من هنا واروح قصة، لا، هسيب حتة صغيرة وبعدين هبتدي ان انا اقص.
وبقت الاسوره معايا حاجه شيك جدا. بصوا بقت جميله جدا ازاي اهي، ده شكلها وهي كده وهي انا لابساها اهو. طبعا لما بتتلبس جنبها حاجه تانية او لو اتلبست كمان هي لوحدها هي شيك جدا ولونها حلو جدا. طبعا دي من بقايا العقد، يعني الخرز ده بقايا عقد خلاص. ويبقى معانا كده دي اول اسوره احنا عملناها. طيب عايزين نعمل اسوره كمان. الاسوره التانية بقى خدنا حته خيط اهو، وبعدين هروح قصه ومثلا هنروح نلضم اللي هي الخرزه الصفرة ديت، يبقى شكله شيك قوي برضو. بصوا عشان بقى اوريها لكم بس الخرزه نفسها بصوا مقشره ازاي. طبعا علشان خاطر هي استخدمت قبل كده واحنا بنعملها دلوقتي اعاده تدوير، ومش هتبان ومش هتبقى واضحه طالما هي هتتعمل بشكل شيك. مفيش مشكله ان احنا يكون عندنا حاجه بايظه او اتبهدلت واحنا عملنا لها اعاده تدوير. الحاجات دي بيلبسوها بنات الجامعه، ولو في واحده موظفه بتحب ان هي مثلا تلبس وتغير كل يوم، فهي لو اتحطت جنب حاجة تانية جنبها اسورة او اتحطت جنبها اي نوع من انواع الاكسسوارات مش هتبان ان هي متقشرة خالص. الصراحة اكتر حاجة بتبقى حلوة وشكلها بيبقى شيك قوي الاساور السادة، يعني كل ما كانت الحاجة سادة كل ما كانت سيمبل وكانت بتبقى رقيقة جدا في الايد. عشان خاطر اطعمها باي حاجة فهحط لها المضرب دوت، وهبتدي ان انا اربطها زي ما اتفقنا. هربطها ربطة جامدة علشان خاطر ابقى واثقة ان هي ما تتفكش مني. وبقت معايا الاسورة دي اهي. طبعا هي ده مقاس صغير فينفع مقاس كده ايه اختك او بنوتك. تمام. معانا تاني اسورة بالشكل ده. نعمل مع بعض كمان اسورة تانية. هو شغل النهاردة كله هيكون عن الاساور، ونعمل ان شاء الله حلقة تانية عن العقاد ونعمل مع بعض كام عقد. بس انا النهاردة التشكيلة اللي احنا هنعملها كلها عن الاساور. نلضم مثلا العنابي دي. العنابي دي هتبقى برضو شكلها عسول قوي. انا عندي طبعا يعني عامله كيس كده مجمعه فيه كل ما بيبقى عندي مثلا عقد واتقطع او عقد كده وخلاص ادم، بقعد كده اروح ايه مفصصاه وسايباه وبعمل منه تشكيلات من الاساور والعقاد. وزي ما قلت لكم ان الخيط السن بتاعه سهل جدا في اللضم، تلضمي براحتك خالص. برضو هطعمها وهحط لها اي حاجه من اللي موجوده عندي. نجرب دي كده، نجرب الكف ده نشوف اخباره ايه كده، يبقى طالع شكله حلو ولا لا. ونحط مثلا خرزه كده جوه الكف نشوف. ولطمتها بصوا دخلت كده خرزايه صغيره في كف الايد اهو، وخليتها برضو من نفس درجات الاسوره. في عندي خرز اهو رفيع خالص، خدت منها خرزه ودخلتها في كف الايد اهو، وهبتدي ان انا اربط. وبقت معايا الاسوره بالشكل ده اهو. بصوا بقت جميله ازاي، حاجه شياكه وتحفه جدا جدا. بصوا شكلها عامل ازاي. صراحه هي عجبتني جدا اهي. وده هيبقى معانا تالت شكل. ممكن مثلا ايه نعمل بقى، نبتدي ان احنا نعمل من الخرز الكبير ده كان عقد برضو يا جماعه. هطول الفتله شويه بقى، وهبتدي ان انا الضم. ممكن عندي
خيارين، بان انا ممكن ادخل البنك مع اللون الزهري، وممكن اخليها تبقى اسوره ساده خالص. فاحنا هنجرب كده وكده، يعني هنشوف ده وهنشوف ده. يعني ممكن مثلا نبتدي بالبنك اهو، حطينا البنك وحطينا اللون اللي هو اللبني الخفيف. ممكن نحط بعدها اللون الازرق اهوت، وممكن بعدها نحط البني، ونبتدي ان احنا نكرر الالوان تاني. نجرب كده. ممكن نشيل واحدة ونقفلها باللون الازرق اهي. وهي عشان طبعا الخرز بتاعها كبير، يحبذ يعني ان احنا ما نقعدش بقى نضيف لها برضو اي دلاية ولا حاجة، هي حلوة كده. وهنروح قافلين عليها، وبقت معايا اسوره جميله جدا وشكلها شيك جدا. وده الشكل الرابع اللي احنا عملناه مع بعض. هنعمل شكل تاني، وانتوا قولولي برضو رايكم ايه. ممكن مثلا نفتح المره دي بالابيض، ده كده شكلها رابطه اهو، وبقت معايا بالشكل ده. وده الشكل كده الخامس. نعمل بقى كمان واحدة، وهبتدي ان انا الضم. ودي انا عشان خاطر فيها لونين، اللون الفاتح واللون الغامق، فانا شايفة ان هي تكون سادة، ما ندخلهاش حاجة تانية او ان احنا نطعمها بحاجة تانية. هبتدي ان انا ممكن احط لها اي دلاية. ممكن مثلا الدلاية دي هتبقى شكلها، هو كف الايد ده يبقى شكله حلو، فاحنا ممكن نربط الدلاية دي. بصوا بقى يا جماعة، ده اصلا قفل، يعني ده كده قفل المفروض ان هو بيتقفل بيه مثلا اي شكل من العقاد او من الاساور. فانا ممكن استخدمه في دي، وبرضو منها ان انا هطول بيها الاسوره، ومنها هتدي شكل حلو قوي للاسوره بتاعتي. نبتدي ان احنا نربط الجزء ده اهو، ده الحرف بتاعه انا ربطته كويس قوي اهو. وبعدين الطرف التاني هروح مدخله فيه الباقي القفل من هنا، وهروح قافله عليه. وبقت معايا بالشكل ده اهو. هبتدي بقى ان انا اشيل الزيادات من الاستيك، وهبتدي ان انا عايزه اقفلها. هوريكم بقى شكلها وهي مقفوله عامله ازاي. دي بتبقى مثلا محطوطه اهي كده على الايد خلاص، وهنبتدي ان احنا عايزين نقفلها، وده هيبقى شكلها شيك جدا وشكلها حلو قوي، والقفل بتاعها كمان شكله عسول خالص اهو. بعدين هنبتدي ان احنا نلضم مثلا، عايزين من الكفوف دي ممكن نعمل منها برضو اسوره شكلها حلو. لما الكف ده بنحط جواه خرزه بيبقى مدي شكل حلو قوي. احنا ممكن نحط الخرزه الرفيعه الصغيره دي، وممكن نستخدم الخرز ده او ده، هيبقى شكله حلو. شكلها حلو قوي ازاي. ولضمت 2 كده، لضمت كفين بالشكل ده. هبتدي ان انا بقى احط من الجنبين خرز احمر، هو يعني لونه احمر غامق، وعلى حسب ما انا هحط عدد هنا هحط الناحية التانية برضو، الطرف التاني هحط نفس العدد برضو.
2 4 5. هحط الناحية التانية برضو 5 بالشكل ده. وبعدين عملنا ايه؟ بعد ما لضمناها كده حطينا لها حوالي 4 خرزات، بس طبعا الخرز ده مختلف عن الخرز، يعني ده تحسين احمر فاتح وده احمر غامق، بس مش مشكلة، انا هقفل بيه ويبقى برضو معمول كأنه مزيج كده ايه يعني من الالوان. وده شكلها اهو. يعني مثلا لو احنا حبينا ان احنا نجربها هنخلي اللي هما شكل بعضهم من هنا، واللي هما مختلفين من جوه مش هيبان. بس طبعا ادتني شكل حلو جدا. ونعمل كمان واحدة مع بعض، نلضم مثلا اللي هي البترولي دي. وبعد ما لضمناها بالشكل ده هنحب برضو ان احنا قبل ما نقفل عليها خالص ان احنا هنطعمها بحاجة من الحاجات اللي موجودة عندنا. ممكن مثلا ندخل فيها خرزة من الخرز ده، ونروح قافلين عليها، وبقت معانا الاسورة بالشكل ده. طيب لو حبينا نعمل واحدة كمان ممكن نعمل مثلا ايه الليموني دي، ولضمناها برضو. ولضمناها كلها اهو بالشكل ده. ممكن برضو نحط لها اي حاجة، ممكن مثلا نحط لها عجلة من العجل ده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ معانا الخرز الكبير دوت، ممكن نحط مثلا في الاول خرزية فضي كده، ونحط بعدها خرزة بني، وبعدين خرزة فضي، ونبتدي ان احنا بقى ايه نشكل من بعدها. ممكن مثلا نحط الخرز الكبير الاول من الجنبين كده، نحط من الجنب التاني، ونبتدي ان احنا نحط الخرز الصغير بعدها. ممكن نقفل على الشكل ده، وممكن ان احنا نحط لها برضو دلاية. انا شايفة ان احنا نحط لها دلاية هيبقى شكلها برضو حلو. وبقت معانا بالشكل ده، اعتقد ان هي شكلها جميل، يعني شكلها حلو جدا اهي. وبكده يبقى خلاص خلصنا الشغل بتاع النهاردة. وده كده شكل الاساور اللي احنا عملناها مع بعض اهو. بصراحة يعني عملنا تشكيلة كويسة جدا جدا، شكلها تحفة. بصراحة يعني عملنا اعادة تدوير للاساور بتاعتنا من العقاد ومن السبح ومن الاساور القديمة. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.